سليمان في مرة راح له راجل عريس، قال له: يا نبي الله، أنا بعزمك على فرحي، وفرحي ده هيكون يوم خميس، والفرح ما يكملش مبقاش فيه بركة إلا بوجودك، أنت نبي ابن نبي بقى، عايزك تكون موجود. سيدنا سليمان قال له: الفرح إمتى؟ قال له: يوم الخميس. فجه سيدنا سليمان ملك الموت يوم الأربع، قال له: ما تروحش الفرح ده بتاع بكرة. ليه يا ملك الموت؟ قال له: ما تروحش، ده ما هيبقاش جوازة، ده تبقى جنازة، وأنا مأمور بقبض روح العريس، فما تروحش عشان منظرك وشكلك العام ما يبقاش وحش قدام الناس. قال له: حاضر. فجه يوم الخميس والعريس اتجوز، والجمعة والسبت، والعريس راح لسيدنا سليمان، فبيعاتب عليه بيقول له: أنا مش عزمتك ما جيتش ليه، وقلت لي جاي ما جيتش ليه. فسيدنا سليمان استعجب، قال: هقول له ايه؟ هقول له ملك الموت قال لي ما تجيش، انا هقبض روح العريس؟ مش معقول الكلام ده يعني، ازاي وهو ما ماتش؟ قال له: كان عندي قضية مهمة وكان لازم لحلها. فجه سيدنا سليمان بيعتب بقى على ملك الموت بعد ما الراجل مشي، ملك الموت جاله فبيقول له: انت مش قلت لي ما تروحش ومقبول بقبض روح العريس؟ فقال له: ايه، اسمع كده وصلي على النبي. لو ما اشتركتش او لسه ما تبعتنيش استاذنك في اشتراك، لو بتسمعني من على اليوتيوب، ومتابع لو بتسمعني من على اي حاجه تانية، ده لو عايز تشوفني مره تانية، ولو الفيديو ده عجبك استاذنك في اعجاب وتبعته لاصحابك. قال له: ايه بقى؟ صلى على النبي كده. قال له: وانا ذاهب اليه قد اطعم زوجته التي قد بلغت من الكبر عتيه، ورفعت يداها الى السماء وقالت: اللهم أطل في عمر زوجي. فقال لي الله: اصعد يا ملك الموت. شفت الدعاء ازاي غير القدر؟ شفت الدعاء ازاي غير المصير؟ يا الله.